السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، كما وعدناكم بيوم حقلي جديد. أنا الآن في أحد بساتين أشجار الجوافة. طبعا هنتكلم النهاردة عن المعاملات، إيه هي المعاملات اللي بتقوم بعد عمليات التقليم. طبعا زي ما انتم شايفين حضراتكم ان عملية التقليم تمت الحمد لله. طبعا المعاملات هي طبعا هنتكلم الأول عن مركبات النيماتودا. المفروض ان احنا نكون موضعين عمليات مركبات النيماتودا اليوم للأرض. طبعا وثانيا المفروض في رية تحفيزية لهذه الأيام، لأن هنكون بري الأشجار بمبيدات الأملاح، مركبات الأملاح خاصة بخفض ملوحة التربة. طبعا في الرية ديت ممنوع وضع الأسمدة النيتروجينية أو الأسمدة الفوسفورية، وذلك لأن هذه الرية يعني بنقول عليها كشطف للتربة أو تنظيف التربة من الأملاح الصوديوم الضارة. بعد ذلك في الريات القادمة إن شاء الله هنكون بوضع مركب الفوسفور مع الأسمدة النيتروجينية. طبعا ديت في الري القادمة إن شاء الله. طبعا احنا هنا هنتكلم عن الرش التحفيزي لأشجار الجوافة. طبعا اللي احنا المفروض ان احنا هنكون برش الأشجار حوالي 5 كيلو سماد لوريا مع إضافة العناصر الصغرى. هنضيف طبعا الزنك والمنجنيز، لأن الزنك والمنجنيز من العناصر اللي هي بتدخل في تكوين خلايا النبات. تمام. حد يسألنا طبعا احنا ليه ما ضفناش الحديد، لأن الحديد صعب الامتصاص، احنا عايزين عناصر سريعة الامتصاص في الشجرة للتخزين. طبعا زي ما احنا ملاحظين ان ابتدت ظهور التربيات. طبعا ما فيش اي تجريم فيها، طبعا ديت عمليات ما فيش اي قلق منها. طبعا احنا الفترة ديت ان شاء الله بإذن الله يعني بنقول عليها فترة تجهيز للأشجار. طبعا الري القادمة ان شاء الله مع الري هنحاول ان احنا هنرش مركبات الفوسفورية مع المركبات الأحماض الأمينية. وطبعا احنا المفروض في مراقبة للحشرات. طبعا زي ما احنا شايفين طبعا ما فيش اي وجود لحشرة المن او حشرة الأكروسات او العناكب. طبعا الأشجار بسم الله ما شاء الله خالية جدا، تمام، لان في عمليات اساسا احنا قمنا بها قبل ذلك، اللي هي عمليات رش المركبات الزيتيه مع الحشريه. طبعا فديت طلع معانا ان شاء الله الشجره بسم الله ما شاء الله. طبعا هنتكلم هنا على بعض الاشجار اللي هي محضره بدري او دربياتها جاهزه بدري. طبعا دي اشجار الجوافه. طبعا هنا ابتدت الخارج معانا ظهر. طبعا هنا في الخارج دي في ظاهر نقص العناصر، مع ان في ظهور بعض الظواهر اللي هنتكلم عنها اللي هي بتدل على وجود اعفان الجذور. طبعا في هنا نواشف احنا بنتكلم عليها ديت اللي هي طراحات، في نواشف اهي. طبعا احنا هنا هنهتم ان احنا نسمد مركبات الاعفان، لان هنا في ظواهر ظاهره اهي، في ظواهر للاعفان الجذور. فطبعا مركبات الاعفان كثيره جدا، فاحنا هنتكلم عنها في حلقات قادمه ان شاء الله. ورب نكون استفدنا من هذا الفيديو، ومع لقاء اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.